الشيء الثاني بنتكلم عن موقع معين والدخول لرئاسة الوزراء من ما هو أسبابها؟ أسبابها شخصية وليس سياسية يا معين. عندك 45 شخصا، نزلت يا معين بمبلغ مالي ووضعته في أحد الخزنات، وشخص سفيه صغير في السن من ضمن 45 شخصا من المقربين إليك في مجال عملك خطط انفراديا لأخذ هذا المبلغ، لا وراء دوافع سياسية ولا حزبية ولا غيرها. هذه سالفة معين والدخول على معين بهذه القوات بسبب هذا الشخص وأطماعه الفردية وملاحظته للمبالغ المالية. خطط لهذا الفعل من ضمن 45 شخصا. أطلق 44 شخصا، والشخص الله لا يبلانا تاعب في مكوته وصغيرا في السن قليل عقل. هذه أوصافه. موظف مبتدئ وليس من القدامى. أطماعه لاحظ المبالغ المالية وعرف مكانها، فخطط تخطيط فردي وليس حزبي ولا سياسي ولا أمني. هذه سبب مشكلة معين في رئاسة الوزراء وما حصل فيها من دخول طقوم وغيرها عشان المال. وعندنا مثل يقول: حط فلوسك في طيز الذيب يرعى لك بالغنم. فاتصل وأجوا الذيابة يبغوا الفلوس في طيازهم، والله لا وراها دوافع سياسية ولا أمنية ولا كثير ولا قليل. تخطيط شخصي من شخص من ضمن 45 فردا عندك يا معين يعملون. هذا الفرد مبتدئ في العمل، ولما لاحظ كثرة المبالغ المالية خططوا لهذا الفعل.